149-0 تيجي ازاي دي؟ اكبر ريكورد لنتيجة ماتش رسمي في تاريخ كرة القدم. تعالى واحكي لك. سنة 2002 في بلد اسمها مدغشقر كان عندهم دوري غريب جدا، فرقتين بيلعبوا مع بعض، اي اس اديما واستاد اولمبيك ليمرن. الفرقتين دول لعبوا اغرب ماتش في تاريخ كرة القدم الحديثة والقديمة. خليني احكي لك على حاجة فلاش باك قبل مباراة اي اس. استاد اولمبيك ليمرن كان بيلعب مباراة ولو كسبها هياخد الدوري، ولكن من وجهة نظرهم حصل مشكلة ما والحكم جامل الفرقة التانية وخسرهم الدوري. من هنا بدأت المشكلة. المباراة اللي بعديها مع اي اس اديما اولمبيك ليمرن قرروا يحتجوا، ودي كانت اغرب قرار احتجاج في التاريخ. عارفين عملوا ايه؟ حكم صفر من هنا ولاعبي اولمبيك ليمرن كانوا بياخدوا الكورة ويجيبوا جول في نفسهم، واول ما الحكم يصفر تاني عشان يبقى جول ويحسبوا ياخدوا الكرة من الفرقة اللي قدامهم اللي هي اي اس اديما ويروحوا ويجيبوا جول في نفسهم. فضلنا على كده 90 دقيقة لحد ما دخلوا في نفسهم 149 جول. وبكده التاريخ بيذكر ان دي النتيجة الاكبر في تاريخ الكورة عشان يفكروهم بالاحتجاج اللي بيحصل عندهم. خليني اقول لك ان تاني يوم في الجينيس ريكورد قرروا ياخدوا المباراة دي يدخلوها موسوعة جينيس عشان يقولوا ان دي اكبر مباراة في التاريخ يحصل فيها عدد الاهداف. ولكن الناحية التانية الفيفا شمت خبر. عارفين عملوا ايه؟ اول قرار هم وقفوا المدير الفني. القرار التاني هم وقفوا عدد كبير من اللعيبة لفترة كبيرة جدا لان هم كانوا الاساس في التذمر والاحتجاج. الحاجة التالتة كمان وقفوا الفرقة من ممارسة النشاط الرياضي لفترة كبيرة جدا جدا. ولكن نطلع من الموضوع ده ان الناس دي كان عندها ظلم واحتجت بطريقة ما، والناس دي كانت عايزة بس الناس يتكلموا عنهم بعد سنين. واحنا النهاردة اهو بنتكلم ونفكرهم ان الناس دي اتظلموا ايا كان ده حصل ولا لا، ولكن الناس دي دخلوا جينيس ريكورد.